ما وقع ليه هادشي. كيفاش عاوتاني هاد القضيه ديال اللحم فاسد؟ كيفاش اصلا حتى نساه تماك؟ عزيز كيكون متيقن باللي قبل ما يخرج من المحل كيدخل كاع اللحم للثلاجه. كيفاش هاد اللحم نساه تماك؟ واصلا واخا ينساه ما يمكنش غادي يفسد بحال هكاك، يعني شافو في واحد الحاله خايبه بزاف، يعني ما يمكنش يتكال. هادشي الصراحه كان كيبان انه ماشي طبيعي نهائيا، يعني عمره ما وقع ليه هادشي، لا هو ولا بوه الحاج. 30 عام ديال الحرفه عمرهم ما وقع لهم شي حاجه بحال هكا. كيفاش انه ما بين ليله ونهار غادي يجي غادي يلقى نص عجل فاسد خاسر ما كيصلحش للماكله. علاش؟ حيت نساه برا، ولو كون حطو تماك ما غاديش يولي بحال هكاك بديك الحاله. يعني هنا من الاخر عزيز بدا كيدخل مع الوقت وتيقن باللي هادشي كامل العمل ديال الشياطين. عرف باللي هادشي فيه ان وبسبب هذاك الحلم اللي حلمها. فهنا ضروري عزيز كان خاصو يعرف ويتيقن مع من كيتعامل، او شكون هو هذاك خينا اللي كيحلم به، شكون هو هذاك الشخص او هذاك الجن او داك الشيء اللي كيحلم به، شكون هو داكشي. باش كان خاصو يعرف مزيان هاد المعلومه. غادي يسد المحل وغادي يمشي نيشان عند واحد الصديق ديالو، غادي يعاود ليه البلان كامل. قال له ودي هاكين باش كنحلم. بحكم ان داك الصديق ديالو كيعرف واحد الساحر، قال لي غادي نمشيو عند واحد الساحر هو اللي غادي يفيدنا في هاد الامور، وهو اللي غادي يعطينا معلومات على داك الشيء اللي كتحلم به. وبالفعل داك الشيء اللي دارو غادي يمشيو عند داك الساحر، وعزيز غادي يعاود ليه كل شيء وغادي يعاود ليه على باش كيحلم وهذاك الشخص اللي كيحلم به والاسم ديالو. داك الساحر من بعد ما سمع الكلام ديال عزيز وقال لي الباشا حمو كذا والصفات ديالو شنو دار ليه، شنو قدم ليه في داك الحلم. المهم من بعد ما عاود ليه داك الشيء كامل، داك الساحر بدا كيضحك. قال ليه واش فراسك باللي راه جا عندك ملك من ملوك الجن؟ واش فراسك باللي هذاك كيحلموا الناس بزاف انهم يجي عندهم؟ قال ليه هذاك راه الاسم ديالو هو الباشا حمو او حمو القزار، وراه هو من واحد القبيله من الجن الاحمر، تعتبر من اشد واخطر القبائل ديال الجن، واللي كيتميزوا بزاف بالحب ديالهم للدم واللون الاحمر. قبائل ديال الجن الاحمر ما معاهمش اللعب نهائيا وقباح بزاف، والحاكم ديالهم او الملك ديالهم هو هاد الباشا حمو. وهما راهم جن ارضيون واللي كيسكنوا في واحد المنطقه كبيره بزاف من جبال الاطلس هنا في المغرب. وهذا النوع هذا كيتميز بالضبط بالعصبيه ديالو، الحب ديالو للحرب وسفك الدم، يعني قبيح بزاف. غادي يكمل الكلام ديالو، غادي يقول ليه انت راه كيستدعيك الباشا حمو، انت دابا راه عندك واحد المكان اللي كبيره ولات المكانه ديالك عاليه داكشي، يعني حاول انه يزين ليه الامر. عزيز من بعد ما سمع هاد المعلومات الصراحه تصدم، وعمره ما كان منتظر انه شي نهار غادي يكون متبوع من احد ملوك الجن. المشكله هو جن خطير بزاف. عزيز غادي يربط الاحداث وقال واش يمكن حتى انا قزار وحتى انا كنخدم في اللحام وفي الدم، واش داكشي باش استدعاني؟ شنو بغى يدير بيا؟ المهم بزاف تساؤلات كانوا كيدوروا في راسو. غادي يرجع للدار والصراحه كان بقى فيه الحال بزاف لهذيك الخساره اللي خسرها فداك اللحم كامل اللي ولا فاسد، يعني غير لاح وما استفدش منه، وعرف ان داك الانتقام غير من الجن. غادي يوصل الليل وعزيز وصلت الوقيته ديالو ديال النعاس، وغادي ينعس عاوتاني. وغير باش تعرفوا الخوت، في النوم كان هذاك هو الوقت ديال التواصل ديالو مع العالم الاخر، يعني كيتواصلوا معاه عن طريق المنام. غادي يخرج ليه عاوتاني الباشا حمو في المنام وقال ليه واش كيصحاب ليك كنلعبوا معاك؟ راك شفتي اليوم شنو طرا ليك في رزقك؟ راه داكشي قليل بالنسبه لينا، راه والو. حنا راه قادين اننا نقلبوا لك حياتك كامله صفاها على علاه، قادرين اننا نضروك في صحتك ونضروك في اهلك، وقادرين اننا نقلبوا لك حياتك كامله. وهذا الشيء اللي وريناك غير واحد شويه قليل غير باش تعرف مع من كتعامل. غدير هذاك الشيء اللي قلت لك بالحرف اولا غتلوم غير نفسك، وداك الشيء اللي طلبت منك انك ديرو غادي تمشي ديرو نهار الثلاث. عزيز عاوتاني غادي يضربوا الفيقه وعرف راسو انه دخل واحد المعمعه اللي خطيره بزاف، وعرف ان هادشي اللي كيحلم به ماشي حلم وماشي هلوسات، انما داكشي اللي كيتعامل معاه خطر بزاف من داكشي اللي كان كيتوقع. عزيز كان كيصحاب ليه انه الا نفذ هذوك الطلبات اللي قال ليه هذاك الجن راه صافي ما غاديش يبقى يتاذى في رزقه وفي صحته وحتى في اهله، يعني كيصحاب انه ما غاديش يبقاو ياذيو، بحكم انه ملي شاف الصباح هذاك اللحم ولا فاسد يعني ضاعف بزاف الفلوس، ما بغاش عاوتاني طرا ليه نفس البلان. داكشي باش بحال كان مضطر انه غادي يمشي ينفذ داك الامر اللي تقال ليه. والصراحه كان هذا هو اكبر غلط غادي يديرو، حيت من بعد داكشي اللي غادي ينفذ حياته كامله غادي تقلب سفاها على علاها. شنو غادي يطرى العزيز بالضبط؟ هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. عزيز ملي فاق الصباح غادي يخرج من الدار وما قال لعائلته والو،
وغادي يمشي نيشان، غادي يشد المركوب وغادي يتجه لمدينه مكناس باش يدير داكشي اللي تطلب منه. غادي يوصل تماك وبقى كيسول على هذيك البلاصه اللي قالوا ليه في الحلم، حيت كيف قلت لكم هو ما عنده حتى شي درايه نهائيا بهذا العالم وما كيعرفش هاد البلايص نهائيا وعمره ما زارهم. داكشي باش ملي وصل بقى كيسول من هنا ومن هنا فين كاين هاد الضريح فين كاين، حتى بقى غادي حتى وصل ليه. لكن المفاجاه الخطيره اللي الصراحه انا شخصيا وقفات لي دماغي بزاف في هاد القصه، يعني من بين الاحداث اللي وقفوا لي دماغي هي هاد القضيه اللي طرات ليه. ملي وصل تماك لهداك الضريح واحد خونا كيبيع الشمع تماك، جالس داير واحد الصوينيه في الارض وكيبيع في الشمع. تخيلوا معايا ملي وقف حدا عزيز غادي يعيط ليه بسميتو عزيز ما فهم والو، تصدم. قال ليه واش كتعرفني؟ قال لي لا راه ما كنعرفك ما والو. قال ليه وكيفاش عرفتي سميتي؟ كيفاش عيطتي ليا؟ خونا ما بغى يجاوبوا على حتى شي سؤال، قال لي ما كيهمش هادشي كامل. قال لي شوف انا عارفك جيتي لهنا باش تزور، ها شنو خاصك دير وها شنو خاصك دير بالضبط. وبدا كيعطيه في داكشي اللي خاصو يدير تماك، يعني هادوك الطقوس كامل اللي خاصو يدير شرحهم ليه وقالهم ليه وشنو خاصو يدير في داك الطباق الى اخره. يعني الخوت داكشي بالضبط اللي قال ليه الباشا حمو في المنام، قال ليه راه ناسنا هما اللي غادي يوريوك داكشي اللي وقع بالحرف. عزيز صراحه تصدم بزاف ولا غير حال فمو غير كيشوف، ما كيلقاش تفسير نهائيا لهذا الشيء اللي كيوقع ليه، وحتى خونا ما بغى يعطيه حتى شي تفسير، حدو بدا كيشرح ليه شنو خاصو يدير، اما الاسئله ديالو ما كانش كيجاوبهم عليه. المهم من بين هذوك الطقوس اللي شرح ليه داك خينا، قال ليه هذا المزار خاصك تدخل ليه واحد الطبق او كيف كيسميوه هما بالحلو ولا الصواب. قال ليه غادي تدي شي دجاجه اللي تكون حمراء يعني باش تذبحها تماك، طبق غادي يكون فيه الحليب والسكر والند وشي بخور، عاد زيد العسل وشي امور اخرى اللي بلا ما نذكروها. المهم داك الطبق كان متنوع، خاصو يدير داكشي، خاصو يدخلوا لداك المزار. بالفعل عزيز ملي سمع داكشي كامل اللي خاصو يدير مشى تقدى داكشي كامل وغادي يديرو بالحرف. بالفعل غادي يدخل تماك وغادي يدير هذوك الطقوس كامله، يعني نفذ داك الامر. عزيز كيعاود باللي ملي كان تماك وكان كيدير في هذوك الطقوس كان كيحس بواحد الراحه كبيره، يعني حس بواحد الاحساس اللي غريب لكن في نفس الوقت زوين. وخاف الصراحه عمره ما جرب داكشي، عمره ما دار داكشي، وفي الحقيقه كان كيجي داكشي غريب لكن حس بواحد الاحساس في شي شكل فاش كان كيدير هكاك. وغير باش تعرفوا الخوت راه كانوا بزاف الناس تماك اللي كيديروا في هذوك الطقوس والعياذ بالله. المهم عزيز وهو كيدير في هذوك الطقوس راكم عارفين ديك البلاصه اللي كانت عامره، يعني كانوا كيديروا في ديك الطقوس وكاين بزاف الناس. عزيز غادي يتعرف على شي ناس تماك كانوا اللي حتى هما كيديروا في هذوك الطقوس. بداو داوين شي كيجبد هضره، واحد كيجبد هضره. عزيز قال لهم انا جاي من كازا وكذا وكذا، بقاو داوين. عزيز قال لهم انا قزار. خوتنا من اللي عرفوا قزار جاتهم واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، واحد الحاجه اللي عظيمه، بحكم ان داك حمو القزار يعني كيبغي الدم كيبغي اللحام، وهذا عزيز خدام تا هو قزار، يعني جاهم شي حاجه اللي زوينه بحال شي حاجه مقدسه. قالوا ليه والو ما غاديش تمشي اليوم لكازا، غادي تمشي معنا وغادي تبات معنا ونضايفوك مرحبا بك وما يخصك حتى خير، والله سيدي ما غتمشي. قال لهم عزيز صافي مرحبا ماشي مشكل نمشي معاكم. قالوا ليه بما انك جيتي فراه اليوم كاينه واحد الليله اللي زوينه وواعره بزاف، غادي نمشيو لواحد الليله عشويه اللي غادي نجلسوا وغادي يعجبك الحال بزاف، غير يلاه معانا. عزيز قال لهم هاد الليله شنو فيها وشنو كيكون فيها؟ قال لهم ودي انا ما عرفت حتى شي حاجه على هادشي. قالوا لي ودي غير يلاه معانا وراه غادي يعجبك الحال، حنا عارضين عليك وان شاء الله غتبات معانا، وغدا الصباح بغيتي تمشي داك الساعه سير. قال لهم صافي مرحبا. المهم غادي يدوزوا هذاك النهار بخير وعلى خير، مشاو كلاو وبداو كيعاودوا ليه حتى على هذيك الليله اللي كدوز تماك ودوك الطقوس اللي كيكونوا تماك في هذيك الليله. وغير باش تعرفوا الخوت هذيك الليله اللي كيدويو لهم اللي كيدوي على عزيز عليها راه هي الليله ديال الحضره، او الليله اللي كيمجدوا فيها هذوك الملوك ديال الجن. يعني كانت هذيك الليله غادي تقام في هذاك النهار، داكشي باش عزيز بغاوه يمشي معاهم. المهم كيف قلت لكم غادي يدوزوا هذاك النهار مزيان، غادي يتعرفوا على بعضياتهم حتى غادي يوصل الليل. وهنا غادي يمشيو للبلاصه اللي غادي تكون فيها هذيك الليله. كانت ديك الساعه تقريبا ديك 11 ونص. غادي يدخلوا لتماك لقاو الناس مجموعين، الناس كاينين بؤاتاي يشربوا اتاي مع راساتهم، حتى ضربات بالضبط 12 ديال